يعطيكم ألف عافية متابعيني الغاليين، كيف الحال؟ إن شاء الله تكونوا جميعا بخير بأتم الصحة والعافية. اليوم رجعت لكم بفيديو جديد، وصفة حلا بتشهي من المطبخ التركي. هي وصفة الحلا اسمها تريليتشي، من الوصفات المشهورة جدا بتركيا. وصفة شهية جدا بتذوب بالتم وما بتملوا من طعامتها وطيابتها. للمقادير رح نروح للمقادير. المقادير رح نبدأ ب5 بيضات، ننزل عليهم رشة ملح، وكوب من السكر بالإضافة لبرش 2 من الليمون. بإمكانكم تحطوا منكه ليمون، وطبعا ما فينا نستغني عن الفانيليا. ورح نبدأ نخفق بالخفاقة الكهربائية على يعني سرعة عالية لمدة 10 دقائق تقريبا. ممكن ياخد معكم الخفق لحتى تشعروا انه البيض ارتفع حجمه معكم وصار لونه فاتح جدا جدا. طبعا اثناء الخفق رح تلاحظوا الأغلب. بعدين نزلت جواتها، طبعا بطنتها بورق الزبدة مشان ما يلتصق معنا، ونزلت المزيج داخل الجاط. وهلا لازم في حركة لازم تعملوها، انكم اما شوي تضربوا عدة ضربات الجاط على الارض مشان نخلص من اي فقاعات ممكن، او يعني تحولنا الكيكة انها تتشقق بالنص، ونحن ما بدنا انه الكيكة تتشقق معنا. طبعا بتحطوها بالفرن على درجة حرارة 150 أو 160 على حسب فرنكم لمدة 13 دقيقة. تطلع معكم بهالشكل، تفحصوها عبر عود خشبي. طبعا حبايبي بتتأكدوا من إذا مستوية ولا لا، بتدخلوها بمنتصف الكيكة. في حال طلع العود الخشبي ناشف بتكون استوت معنا. ولا عم زيل ورق الزبدة مثل ما أنتم ملاحظين. وراح ابدا اتخلص من الطبقه الفوقانيه للكيك. بدنا الطبقه الداخليه تبين معنا منشان لما نسقي الكيك يشرب معنا اكبر كميه ممكن من الحليب. في ناس ممكن تبدا يعني تسوي ثقوب داخل الكيكه وبعدين تسقيها عادي، انه بتقول يعني هي كيكه اسفنجيه فبتشرب. انا بفضل اني اشيل هذا القسم من الكيكه وخليه من فوق مكشوف. اولا راح تغب اكثر الكريمه وراح تغب اكثر الحليب. يعني بظن يكون خيار افضل انكم تشيلوا الطبقه الفوقانيه. في عندي هون 750 ملي من الحليب. ضفت عليهم كوب من الكريمه، كريمه الخفق او الكريمه الطازجه، وحركتهم وراح اسقي فيهم الكيكه. طبعا حبايبي لا تخافوا من كميه الحليب الموجوده. هي يعني كميه مناسبه جدا، وكيكتكم راح تتشرب كل كميه
بنسكبه داخل زبدية كبيرة وبنتظر لحتى يهدى ويبرد معنا نوعا ما، يعني يبقى دافئ إنما مو سخن بهاي الدرجة. بحال كتيتوه بهاد أو ضفتوه لطبقة الكريمة بهاي المرحلة رح يدخل جوات الكريمة وتطلع الكريمة طبقة لفوق وتنزعلكم منظر الكيكي تماما. فيعني انتظروا لحتى يهدى، يعني ممكن تنطروا ربع ساعة ثلث ساعة وبعدين تبلشوا تشتغلوا فيه. هلا بعد مرور ليلة كاملة شوفوا حبايبي الكراميل لساته معي طري، يعني بس يعني ما في حرارة زايدة. ضفت طبقة سميكة نوعا ما من الكراميل، وبستنى الكراميل شوي لحتى يبرد، شوي صغيرة يعني ممكن 10 دقائق بالبراد. بعدين بكون رافعة شوي من الكريمة اللي ضفتها على وش الكيك وبلش زين فيها السطح. مثل ما تشوفوا عم حط خطوط يعني شوي يعني عريضة نوعا ما، فيكن ترفعوها قد ما بدكن. وعود خشبي بروح يعني ذهابا وإيابا بيعطيكم هالشكل. تتركوها حوالي نص ساعة لثلاث أرباع الساعة يعني بالبراد لحتى تبرد يتماسك الكراميل نوعا ما. وبعدين بتبلشوا بتقطعوها حبايبي وبتقدموها. طبعا ممكن تكون أول قطعة معكم تطلع مبهدلة شوي، عادة بكون الجاط مليان وصعب تطالعوها. القطعة الثانية حتطلع معكم شكلها خرافي بشهي. لاحظوا كيف الكيك يعني عم تدوب ذوبان، يعني عن جد ما شاء الله تبارك الله. يعني الجاط تقريبا خلصناه نصه لبين ما خلص التصوير. فعلا فعلا كيكي رائعة وبتستاهل انكم تجربوها. يعني فعلا فعلا رح تدعوا لي، وإن شاء الله بتمنى يا رب هيك تعجبكم وتجربوها. وإن شاء الله يا رب هيك ألف صحة وهنا على قلبكم. وهلا هيك كل شيء لنا بفيديو اليوم. بتمنى إذا عجبكم لا تنسون من اللايك والاشتراك وتعليق حلو مثلكم. لكم مني كل التحية والحب.